صلي وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم الحب صابر من قناه سيرفيس فود. طريقه سهله للبطاطا سواء كانت صغنطوطه او كبيره. تعالوا نشوف هنعمل ايه بطريقه روعه، ولا هنولع الفرن في الحر اللي احنا هنموت فيه ده ولا اي حاجه. تعالى اقول لك هنعمل ايه. هنجيب عندنا ورق كراسه بس لازم يكون نضيف، تمام. واقوم حاطه كده ورقتين كده ولا حاجه ما يكونش مكتوب فيه، وهرص البطاطا بتاعتي. حطيت البطاطا بتاعتي طبعا غسلانها كويس قوي، وهحط عليها بقى رشه بسيطه من القرفه، ودي اختياري بس عايزه اقولك بتدي طعم حلو قوي، تمام. واحط عليها بصوا ربع كوبايه من الميه، ربع كوبايه بس من الميه عشان البخار يسويها. وهحط بقى معلقه كبيره كده من السكر عشان يكرملها لنا، تمام. دي معلقه صغنطوطه، هحط كمان نص كمان، تمام كده. اهي المعلقه قدامكم اهي، يعني معلقه كبيره. هرفع الكلام ده كله على النار. قبل ما ارفع لازم اعمل ايه؟ اخمرها تاني. هغطي كده تاني بورق، ماشي، بورقتين 3 كده اغطيها، تمام. وهحط ربع كوبايه ميه تاني على الورق بحيث الورق يتبل، وبعد كده هغطي بالغطاء العادي بتاع الحل. يبقى انا هحط دلوقتي ربع كوبايه ميه اهو، اوريكم انا بس كده ربع كوبايه من الميه، هحطها على الورق وهخمره كويس، بس لازم اخمره كويس. هلف كويس على كل البطاطا وهغطي عليها وارفعها على النار، على نار هاديه تماما. عايزه اقولك مش هتكمل معاكي وقت خالص. وهنشوف البطاطا القمر بتاعتنا ما شاء الله هي استوت وزي الفل. تقدري تختبريها بقى بشوكه او بحاجه، تمام. بصوا دايبه خالص ما شاء الله ولونها قمر. وبعد كده بقى اخر دقيقه خالص اقوم معليه النار عليها، تمام، عشان تتلسوع كده من تحت، يا اما تدخليها تحت الشوايه. تعالوا بس نغرفها كده مع بعض. عندنا البطاطا اللهم بارك يا رب، اللهم بارك من غير الحلفين يا جماعه. هي دي البطاطا اللي احنا لسه عاملينها مشويه وزي الفل، ماشي. ادي الصينيه بس تحطي فيها شويه ميه، هتلاقي الورق ده طلع وهتلاقيها على طول ما بيجرلهاش اي حاجه. حطي فيها بس شويه ميه. بصوا يا جماعه الدقيقه اللي انا قلت لكم عليها بس ما تكتريش، هي دقيقه واحده. تعلي النار عليها بعد ما استوت تماما وشوفي بقى الجمال بعينك. بصوا الجمال، مشويه دي ولا مش مشويه؟ بصوا اللون، بجد انا منبهره بيها، بجد روعه روعه ما شاء الله، مستويه ودايبه وكل حاجه حلوه. بصوا الجمال، انا عماله افتح لكم فيها اهو، بجد بجد قمر وتحفه. وعلى البوتاجاز، ويعني ممكن بقى تحط لها رشه سكر تانية دلوقتي وقت التقديم. ممكن تحطي في ناس بتحط بولة ايس كريم براحتك خالص، في ناس بتحط عسل ابيض، تمام، رشه بسيطه. وفي ناس زي كده بيحطوا رشه من الدقه عليها من فوق، تمام. بس انا مش هحط دلوقتي الدقه دي اللي الراجل بيبيعها يا جماعه، بتبقى عباره عن ملح، كمون، كزبره، ورشه بسيطه من الشطه. طبعا انا مش هحط الدقه لان انا حاطه ايه، مكرملاها بمعلقه ايه، سكر مع قرفه. ممكن تحطي رشه قرفه برضو. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه، احنا هنقدمها كده بالف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ومع السلامه يا بطاطا، كانت معاكم الحب صابر من قناه سيرفيس فود، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا بطاطا.